تلميذ يقتل أمام باب مدرسته بسكيكدا، ومريض يغرق بسريره في مستشفى معسكر، وطريق سيار كلف ملايير الدولارات يتحول إلى مسبح لمياه الأمطار، والنتيجة لا أحد يحاسب ولا مسؤول يجرؤ على تحمل المسؤولية. هي عينات على سبيل المثال لا الحصر، بدايتها بالفضيحة التي ضربت مستشفى غريس بمعسكر بعدما أصبح عائما، وفوق الألم الذي عانى منه المرضى زادهم حملهم في قوارب مطاطية ألما. وعند المسؤولين لا حدث ولا استقالات ولا تحمل للمسؤوليات. لقطاع التربية الذي يئن تحت وطأة الفضائح، تسريب لأسئلة البكالوريا، إضرابات والأدهى والأمر اعتداءات على التلاميذ وقتلهم، آخرها اليوم مقتل تلميذ بسكيكدا، وبعدها لا استقالات ولا حدث. قطاع الأشغال العمومية والطرقات السيارة التي التهمت ملايير الدولارات جرت العشرات إلى المحاكم بفعل الاختلاسات التي شهدتها مشاريع القرن، والنتيجة بعدها كانت محاور انهارت وأخرى غمرتها مياه الأمطار، مثل ما حدث بالعفرون بالطريق السيار. لا ردود أفعال ولا استقالات. إلى قطاع الرياضة، وبداية بالخيبة التي أعقبت المشاركة في كان الغابون، وأي خيبة في توفر للإمكانيات يتبعها منطقيا استقالة أو تقديم لحصيلة، لكن يبقى الصمود رغم الخطأ هو رد الفعل الحالي من القائمين على الفاف، وقبلها فضيحة بعثة ريو التي نطقت جهارا نهارا لا لمحاسبتنا عما صرف. التغني بالديمقراطية شيء وتجسيدها شيء مغاير تماما. قطاعات تنام على فضائح وتستيقظ على فتح تحقيق. يحدث كل هذا في وجود لهيئة اسمها مجلس محاسبة.